تخيلوا ان اللوحة المصرية دي عمرها 2200 سنة. المصريين قبل اكتر من 2000 سنة كانوا بيرسموا بورتريهات شخصية ليهم وبيحطوها فوق الموميا بتاعتهم. بس اخر 200 سنة لما كان الاوروبيين مهووسين باستكشاف الاثار المصرية اكتشفوا اكتر من 900 موميا عليها الالواح دي، فانتزعوا اللوحات من فوق المومياوات وتوزعت في اشهر متاحف العالم. بس معظم اللوحات دي موجود في مصر، وعشان لقوا معظم اللوحات دي في مدينة الفيوم المصرية فتسمت بورتريهات الفيوم. واللي عايز مزيد من المعلومات ممكن يبحث عن بورتريهات الفيوم. في البورتريه الجميل ده نشوف سيدة مصرية جميلة لونها قمحي، لون معظم المصريين، عينيها واسعة وسودة، حواجبها جميلة مرسومة بطريقة رائعة تنافس أجمل لوحات دافنشي ورافاييلو ومايكل أنجلو. لابسة اكسسوارات جميلة، شايفين الحلق، شايفين العقد، روعة. في وقت رسم اللوحة دي ومعظم بورتريهات الفيوم كانت مصر ولاية رومانية. كان الرومان بيحكموا مصر زي ما كانوا بيحكموا أكتر من 44 دولة مستقلة حاليا. عشان كده اللبس والاكسسوارات وتسريحات الشعر متأثرة بالتأثير الروماني. لما اكتشفنا الموميا دي اكتشفنا الاكسسوارات بتاعتها جنبها، فعرضناها في متحف الغردقة جنب اللوحة. شايفين الحلاوة؟ اللوحة دي والاكسسوارات دي حاليا في متحف الغردقة. هتنبسطوا لو زرتوا المتحف، ولو مش عارفين تزوروه تابعونا واحنا نوريكم كل متاحف مصر وانتوا مكانكم.